أنا مقدّر إحساسك صديقي المغترب إن الغُربة صعبة، وإنك أنت محتاج إن يبقى معاك وَنَس، محتاج إن أنت تكوّن أسرة وتعيش وتنبسط وما تبقاش قاعد طول الوقت لوحدك كده بطولك، أنت محتاج تتجوّز، وأنا عارف إن في البنت الجميلة اللي أنت بتحبها وهي بتحبك، قصة الحب العنيفة اللي موجودة في مصر وأنت عايز تتجوّزها بس مش عارف إزاي تجيبها تعيش معاك في ألمانيا. تعال اقول لك ازاي. اول حاجه صديقي العزيز، محتاج ان انت تتذاكى على النظام عشان تقدر ان انت تجيب زوجتك في وقت قليل جدا. لو انت مشيت على كل حاجه زي ما الكتاب بيقول، الموضوع ممكن ياخد منك سنه عقبال ما تعرف تجيب مراتك تعيش معاك هنا. طبعا انت بتنزل مصر، بتكتب كتابك في مصر عادي جدا، تتجوز هناك وبيبقى معاك القسيمه بتاعه الجواز. بتترجم قسيمه الجواز دي في مصر، وفي بعض الاحيان بتحتاج ان انت تختمها من المكتب بتاع اللي هو TLS اظن، تختمها وتوثقها ان القسيمه دي قسيمه حقيقيه. وساعات بتحتاج حتى تحط عليها خدمه خارجيه. بعض الناس قالوا لا، انت مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه غير ان انت تترجمها، لان هي اوريدي موجود عليها اختام كتير. طيب، بعد ما بتاخد القسيمه والقسيمه بتكون مترجمه، بترجع في المانيا وانت هنا محتاج، ودي نقطه مهمه جدا ويمكن هي دي اهم نقطه في القصه كلها، نصيحه انك يوم كتب الكتاب بعد ما تكون، او حتى ممكن اقول لك قبل كتب الكتاب بس ده ما بيننا وما بين بعض كده ما تسيحوش للموضوع، اتصل احجز الميعاد بتاع السفاره. ميعاد السفاره بيجي لك بعد ما بتتصل تحجز او بعد ما بتبعت لهم ب6 شهور غالبا، في الغالب الاعم الا لو النظام اتغير، في 6 شهور. فده معناه ان من يوم ما انت بتتصل 6 شهور، فالناس بتعمل ايه؟ بعد ما يبقى كتب الكتاب وجهز الورق وخلص كل حاجه يتصل، فالموضوع كله يترحل 6 شهور. لا، انت مش محتاج ده، انت تقدر تعمل ده بدري. لو حابب قبل كتب الكتاب اعمل. انا في الحاله بتاعتي قلت لا، انا من يوم كتب الكتاب هتصل واحجز. يوم كتب الكتاب اتصل احجز الميعاد، 6 شهور هيجي لك الميعاد بتاعك، هتقدم الورق، خلاص الدنيا هتتظبط، زوجتك هتجي لك، الموضوع خلص. طيب، يبقى كده الخطوه الاولى الميعاد، ومعاك القسيمه مترجمه. الخطوه اللي بعديها محتاج ان انت في المانيا وضعك يكون مستقر، لازم تكون بتشتغل شغلانه بتدر عليك دخل شهري تقدر ان انت تصرف بيه على مراتك اللي انت هتجيبها. ده رقم واحد، فبتجيب لهم افرادات المرتب وعقد العمل بتاعك عشان تثبت لهم ان انت تقدر ان انت تستخدم مراتك. الحاجة التانية، محتاج ان انت السكن بتاعك يكون مناسب، ما ينفعش انت تكون عايش في حتة ضيقة جدا لا تكفي شخص واحد وتجيب مراتك، لا انت محتاج ان انت تكون عايش في شقة. يقال ان انت محتاج على الاقل 20 متر عشان يعني دي المساحة الشخصية لأي شخص، فيعني بيقولوا 18 ل 20، فانت لو شقة بتتكلم في 40 35 والى اخره، الدنيا شغاله، ممكن تجيب عليها مراتك. محتاج انك تجيب عقد الايجار. طيب، جبت عقد الايجار، افرادات المرتب، عقد العمل، القسيمه مترجمه. في بعض ال الوثائق الزياده اللي انت يعني يقال ان انت مش محتاجها، بس انا هقول لك هاتها احتياطي. محتاج تجيب CV بتاعك، هاته مفيش اي مشكله، هات CV بتاعك وامضي عليه بخط ايدك، امضي على CV بخط ايدك مش بالكمبيوتر، بخط ايدك. في طبعا الصور الشخصيه، الاستمارات اللي بتبقى موجوده على الموقع بتاع السفاره، بقيه الورق كله هتلاقيه مدرج على موقع السفاره. اسمع الكلام زي ما هو، نفذه زي ما هو، مفيش اي لعب، مفيش اي حاجه، الورق هو بتاخد الاستمارات بتملاها مع الورق ده. طيب، الميعاد اللي في مصر بقى، ما هم انت دلوقتي عايز تجيب مراتك وقدمت وجبت ميعاد وكل حاجه، مراتك بتروح هناك، بتقعد مع حد من الموظفين بيعملوا زي مقابله شخصيه، والموضوع ده في غايه الخطوره. لو انتوا قصة حقيقية فعلا، انت اتعرفت على مراتك واتجوزتم وكانت معاك في المدرسة ولا كانت معاك في الجامعة ولا كانت معاك في الشغل، بيبان ان دي قصة حب عادية جدا وان انت فعلا عايز تجيب مراتك تعيش معاك، الدنيا بتمشي بسلكان جميل، يعني بتلاقي الدنيا سلكت كده. في بعض الحالات اللي عدت عليا اللي شفتها، واحد هو جاي بيزنس، يعني هو اتعرف على واحده المانيه في شرم الشيخ ولا في الغردقه، وقال لها بقول لك ايه، على الورق نعمل ان احنا متجوزين ويا جماعه المبلغ ده حقيقي، قال لها هديكي 10000 يورو في مقابل ان انت تجيبيني معاكي في المانيا، بمجرد ما اجي المانيا هنتطلق، انت من سكه وانا من سكه. فهم بيحاولوا ان هم الحاجات دي يسيطروا عليها، فبيبدا يسال اسئله، مش الغرض من الاسئله دي ان هو يتدخل في حياتك الشخصيه او ان هو يرخم عليك او هو بيبقى الغرض ان هو عايز يعرف انت جاي بيزنس، انت بتجيب مراتك بيزنس وهي هتدفع لك فلوس وهتطلقوا، ولا هي فعلا جايه عشان تكونوا اسره. لو هي فعلا جايه عشان تكونوا اسره، فعلى العين وعلى الراس، تعالوا وهنستضيفكم والدنيا جميله جدا. لكن لو الموضوع بيزنس، هتلاقي الدنيا فيها شبشبه غير طبيعيه. الشخص ده كانت القصه بتاعته غريبه، قال ان هو اتعرف عليها في شرم الشيخ وحبها واتجوزها، وان هو ما يقدرش يعيش حياته من غيرها وهي جايه تجيبه، وهو الموضوع طبعا كان بيزنس. اللي حصل بعد كده ان هم بداوا يسالوه اسئله عشان يوقعوه يعرفوا. هو قال ان هم عاشوا مع بعض في مصر 6 شهور تقريبا،
فبدا ان هم يسالوه اسئله عشان يتاكدوا. طيب لما كنتوا عايشين مع بعض في مصر، كنت انت بتنام على الجانب اليمين من السرير ولا الجانب الشمال؟ طيب لما كنتوا عايشين مع بعض في مصر، ايه اكتر اكله هي حبتها؟ ايه اكتر؟ ويبدا يسال اسئله شخصيه جدا ما يعرفهاش الا اتنين فعلا عاشوا مع بعض عشان يطمن. وفي الحاله بتاعت الشخص ده طبعا هو كان الكلام كله نصب في نصب، هي كانت قاعده في شرم الشيخ بتتفسح وعايشه حياتها وما كانوش عايشين مع بعض فعليا. فاللي حصل ان هم قفشوا فعلا ان هو بينصب، وقرروا ان هم يمنعوا الابلكيشن بتاعته ان هي تكمل، واتمنع من ان هو يجي لالمانيا، والملف بتاعهم اتعمل عليه اكس كده ان هو خلاص. ناس كتير جدا استخدمت ازواجها او زوجاتها من مصر، والموضوع كان سهل ما فيهوش اي مشكله. والله اتعرفت عليها في الجامعه، واحنا كنا مع بعض في الجامعه، انا كنت في قسم كذا وهي في قسم كذا، وكان في ما بيننا اصحاب مشتركين، اتعرفنا على بعض، رحت اتقدمت لها، قعدنا فتره كذا مخطوبين، اتجوزنا. بتلاقي الدنيا طبيعيه والتفاصيل عاديه، فالدنيا بتمشي ما بيبقاش فيها اي مشكله. قبل ما تروح الميعاد بتاعك او قبل ما زوجتك تروح الميعاد بتاعها، محتاج ان انتوا تقعدوا مع بعض كده مكالمه فيديو كده، تراجعوا كل الورق مع بعض، ترتبوا الورق في الملف على حسب الترتيب اللي السفاره قايله عليه. لازم تبقى متاكد مليون في الميه ان الورق كله، ودي خطوه مهمه جدا، مختوم، مترجم، موثق، كل حاجه كما تطلب السفاره بالظبط. عشان هناك بعض الابلكيشنز بيرجع على ختم ويضطر ان هو يحجز ميعاد بعديها فتره طويله جدا، في حين ان هو كان ممكن يلم الدنيا وينجح في حياته ويجيب مراته والدنيا تبقى جميله من غير ما يحصل اي مشاكل. عشان كده هقول لك اتاكد ان الورق متظبط، اقعد مع مراتك كده مكالمه فيديو كول، راجعوا الورق مع بعض، ظبطوا كل حاجه وتاكدوا ان كل حاجه مظبوطه، عشان الغلطه هنا بفوره والموضوع صعب. طيب انا مش قادر اعيش بعيد عن مراتي 6 شهور. انت بتقول لي 6 شهور لحد ما مراتي تيجي، انا مش قادر اعيش بعيد عن مراتي 6 شهور، ولازم مراتي تيجي، انا هموت من غير مراتي. طبعا يعني ما شفتش حد قال الموضوع ده قبل كده، بس يعني لعل وعسى يكون في حد قال الموضوع ده، فهقول لكم ايه الحل اللي انتم ممكن تعملوه. الحقيقه للامانه في واحد بس قال لي الموضوع ده. تعمل ايه؟ في واحد قال لي على الموضوع ده حل بسيط جدا، بتقدم على فيزة الزياره. وفيزة الزياره ما بتتعملش عن طريق السفاره الالمانيه، بتتعمل عن طريق المكتب اللي هو TLS. فهتعمل ايه؟ هتشوف الشروط بتاعت فيزة الزياره، هتلاقيهم طالبين منك قسيمه الجواز، طالبين منك مفردات المرتب، عقد الايجار، نفس تقريبا الورق هو هيطلبوه منك هنا. بس الفرق ان انت الى حد ما انت ممكن بعد ما تقدم باسبوعين او ب3 اسابيع يجي لك الفيزا وزوجتك تيجي. لو انا فاكر صح تقدر ان هي تقعد في المانيا 3 شهور، 90 يوم، تقدر تقضيهم في مدة 6 شهور. يعني هي ممكن تخش وتخرج ال90 يوم دول زي ما هي عايزه، تخش وتخرج تخش وتخرج تخش وتخرج، او ان هي تقعدهم على بعض 3 شهور. الفيزا دي سهله، التقديم عليها سهل، امرها بسيط. بتقدم انت عندك من هنا في المانيا، بتطلع ورقه وبتبعت لها الورقه دي بالبريد، هي بتاخد الورقه دي وبتطبع المفردات بتاعت المرتب والحاجات دي كلها، ملف اللذيذ تروح تقدمه بالصوره وخلاص، والفيزا بتطلع ما فيهاش اي مشكله. ده في حاله ان انت مش قادر تستنى 6 شهور. بس دي كده القصه كلها لو انت عايز تجيب مراتك. انا عارف الموضوع ده حساس جدا بالنسبه لناس كتير، وفي ناس بتعاني فعلا من الموضوع ده. عشان كده لو انت مش عارف تجيب مراتك او الموضوع عندك فيه مشاكل، كلمني، ابعت لي على الانستجرام، تواصل معايا، وباذن الله ان شاء الله هقول لك تعمل ايه، ونساعد بعض كده لحد ما تقدر تجيب زوجتك على خير. وكالعاده ادعي لي.